حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوني متنسوش اللايك والشير والكومنت، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. النهارده هنعمل قراءه عن احوال حبيبك الغائب او المتباعد. هنشوف احواله ايه في الغياب او في البعد. هل هيتصل بيك؟ هيبادر؟ هياخد خطوه ولا عايش حياته بشكل طبيعي؟ هل ندمان على اخطائه ولا مش فارق له؟ هل بيفكر فيك؟ هل بيحاول ان هو يصلح الموقف؟ هل هياخد خطوات ليك ولا لا؟ تمام، فهنبتدي مع بعض كده. بسم الله. طيب هنبتدي مع بعض. طيب مبدئيا كده الشخص ده ممكن يكون متعدد العلاقات او متشتت ناحيتك. يعني شايفه في طاقه كده لتعدد العلاقات، او في طاقه تشتت ناحيتك او ناحيه العلاقه. او ممكن يكون مداش العلاقه اللي ما بينك وما بينه الأهمية المطلوبة. هو عارف ان هو كان مقصر معاك، هو عارف ان هو ما كانش مركز معاك، هو عارف ان هو كان جاي عليك. ممكن يكون كان مشغول عنك مثلا مع أسرته، في شغله، في حاجة سحبة طاقته. يعني ما كانش كل تفكيره وما كانش كل عقله معاك، كان في حاجات تانية ويعني واخده منك، او يعني واخده تفكيره منك شوية، او من العلاقة اللي ما بينك وما بينه. تمام. طيب لكن برضو عايزه اقول لك على حاجه. لما يعني بيقعد كده ما بينه وما بين نفسه، آم، يعني بيفكر ليه وصلته للانفصال، ليه وصلته للبعد، مين كان سبب الازمه. بيلوم وبيعاتب نفسه على البعد او على الانفصال، او ان يعني اللي حصل ما بينك وما بينه ده حصل لان هو ممكن ما كانش عايزه يحصل باي شكل من الاشكال. تمام. طيب الشخص ده الفترة الجاية في مواجهات هو مجبر عليها أو مجبر إن هو يدخل فيها. ممكن تكون اتفاقات، كلام، عتاب. ممكن يعني كان ساكت على حقه فترة أو ما كانش بياخد حقه فترة، فشايف إن هو دلوقتي لازم ياخد حقه، فابتدى إن هو يدور على حقه، ابتدى إن هو يبقى في مواجهات ما بينه وما بين أشخاص. طيب هو شايف إن حياته ما كانتش متوازنة، او في حاجات كانت بتاخد مكانة كبيرة جدا في حياته اكتر منك. تمام. فهو مقرر الفترة دي ان هو يعمل توازن او يسعى للتوازن. طيب الابراج اللي ظاهرة قدامي: برج السرطان، الحوت، العقرب، القوس، الحمل، وكمان الثور. طيب هنشوف طاقتك انت. بسم الله. طيب انت عارف ومتأكد او شايف ان الشخص ده مشغول عنك او في حاجة شغلة عنك. تمام. بينسى مناسبات مهمة ما بينك وما بينه، بينسى حاجات مهمة ما بينك وما بينه، بينسى تفاصيل ما بينك وما بينه. انت شايف ان هو عنده لا مبالاة، ان هو مكبر دماغه. وعارف ان هو كان مقصر معاك في حاجات كتيرة جدا، وكان جاي عليك في حاجات كتيرة جدا. يعني انت عارف ان انت حقك كان مهدور في العلاقة دي، ودايما كان عنده مبررات للي بيعمله. تمام، يعني دايما كان بيبرر موقفه. طيب انت بقى شايفين ان سبب الانفصال ان ما كانش في حاجة في ايديكم ان انتوا يعني تعملوها. انت شايف ان انت اجبرت على الانفصال ده او اجبرت على البعد دوت. طيب لان انت طول الوقت كنت شايف ان هو متشتت متذبذب حيران ما بينك وما بين حاجة تانية. شغل، علاقة. فدايما انت كنت شايف ان هو كان مفضل عليك الحاجة التانية دي، فده كان وجعك نفسيا او كان مؤثر عليك. او اضطريت ان انت تدخل في منافسة انت مالكش دور فيها، او يعني اجبرت عليها. تمام. انت ما بينك وما بين نفسك الفترة دي عايز تعيش في سلام، مش عايز اي حاجة تعكر صفو حياتك، عايز تعيش حياة عاطفية مستقرة، يكون فيها عطاء متبادل، يكون فيها حب متبادل. شايفة ان انت متعلق بالشخص ده تعلق مرضي شوية، مرتبط بيه قوي.
حتى لو في بدائل قدامك، حتى لو في اشخاص قدامك، علاقات قدامك، دايما تفكيرك فيه، دايما بتفكر فيه، دايما مركز معاه، دايما مش عايز العلاقة دي تخلص ولا تنتهي. انت ما بينك وما بين نفسك اوقات كتيرة جدا ممكن تكون شايف، يعني عارف ان الشخص ده غير مناسب ليك، شايف عيوبه، شايف مشاكله، شايف تصرفاته الطفولية، ولكن لا اراديا انتوا مش عارفين تبعدوا عنه، او مش عارفين انتوا تتخلصوا من العلاقة دي او تبعدوا عنها. تمام. طيب الطاقة المشتركة بقى ما بينكم. طيب انتوا الاتنين بتفكروا او بتتمنوا، يعني انت ممكن تكون بتفكر او بتتمنى ان هو يتواصل معاك، ان هو يسأل عليك، ان هو يعرف قيمتك، وهو نفس الكلام بيتمنى ان انت تتواصل معاه، تسأل عليه، تعرف قيمته. انت وهو كل واحد فيكم عايز التاني يندم على التاني، يحس بأهمية التاني، يحسسه ان هو ما يقدرش، انت وهو يعني انت عايز ويحسسك ان هو ما يقدرش يعيش من غيرك، وهو كمان عايز ان انت تحسسه ان انت ما تقدرش تعيش من غيره، او ان انت كنت حاجة مهمة في حياته والعكس. تمام. ده دايما احساس مسيطر عليكم انتوا الاتنين، دايما انتوا الاتنين حاسينه. تمام. ده انا شايفه بنسبه كبيره جدا ان انتوا عايزين ترضوا غروركم. طول الوقت كل واحد فيكم عايز يحس ان هو ندمان على الطرف التاني، ومشتاق له، بيفكر فيه ومركز معاه، وحياته مش ماشيه من غيره. طيب انا شايفه ان العلاقه دي، خلي بالكم، كانت علاقه عاطفيه قويه جدا، يعني مثلا ما كانش ارتباط كده اي حاجه، لا دي كانت علاقه عاطفيه قويه، كان في حب ما بينكم انتوا الاتنين، وكان في ارتباط قوي جدا ما بينكم انتوا الاتنين. وده بيخلي عندكم حنيه، يعني بيخلي عندكم حنيه، عندكم استعداد للعطاء. ما قفلتوش الباب، لا انت قفلت الباب في وشه، ولا هو قفل الباب في وشه. طيب في وشك، سوري. طيب الابراج اللي ظاهره قدامي: الحمل، السرطان، الجوزاء، الجدي، وكمان الحوت. طيب هنشوف بقى لما تيجي على باله بيحس بايه او بيفكر بايه. طيب الشخص ده مشغول بيكو جدا، وعنده حنين قوي جدا ليك. تمام. انت كنت واخد حيز من يومه، كنت واخد حيز من حياته، حيز من تفكيره. وجودكم في حياة بعض كان قوي جدا. او وجودك في حياته كمان كان قوي جدا، يمكن اكتر من وجوده هو في حياتك. مش قادر ينساك، دايما انت قدامه، دايما بيفكر فيك، دايما بيفكر في كلامك. يمكن انت كنت مثلا في تواصل كتير جدا ما بينك وما بينه، في قرب قوي جدا ما بينك وما بينه. كمان هو خايف وقلقان ان انت تدخل في علاقة تانية، حاسس بوحدة من غيرك. يعني عنده وحدة فظيعة جدا جدا، او داخل في مود وحدة فظيعة جدا من غيرك، حتى لو حواليه علاقات، حتى لو هو في ناس حواليه. آم، في نفس الوقت هو شايف ان انتوا الاتنين عصبتوا بعض، وانتوا الاتنين ضايقتوا بعض في العلاقة، او اثناء العلاقة، او في المشكلة اللي حصلت ما بينك وما بينه. طيب خلي بالك، حياته انقلبت للأسوأ وانت مش موجود في حياته. تمام. وهو مرعوب او خايف جدا من انتهاء العلاقة نهائيا. تمام. طيب انا شايفة ان الصبر في العلاقة دي هيوصلكم لحاجة كويسة، او يعني ايه، هيكون ليه نتائج ايجابية. تمام. طيب انا شايفة ان انتوا محتارين قوي، مش عارفين تعملوا ايه، مش قادرين تاخدوا قرار، متشتتين، متذبذبين. طيب هنشوف بقى مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة. يعني شايف بقى حياته ان هو وهو ساكت كده او في الصمت افضل، ولا لازم يتكلم؟ تمام. طيب الشخص ده زي ما قلت لك، طول ما انت مش موجود في حياته عنده احساس بالفراغ، عنده احساس بالوحدة، ودي حاجة مضايقاه جدا جدا جدا. مشاعره تجاهك، سوري، مشاعره تجاهك مشاعر تعلق قوية جدا، يمكن تكون نفس مشاعرك. هو كمان دايما بيتخيلك، دايما بيفتكرك، دايما بيفكر فيك، عايز العلاقة تستقر، عايز العلاقة تقوى. مش قادر يصبر، مش قادر يتحمل الصمت اكتر من كده، مش قادر ان هو يتحمل البعد اكتر من كده، عايز يرجع لك مرة تانية، عايز ياخد لك خطوة. طيب هنشوف نواياه وخطواته بقى للعودة، يعني العلاقة دي فيها فرصة تانية ولا ايه؟ طيب اوكي. طيب
مبدئيا العلاقة دي فيها فرصة تانية او فيها فرصة للعودة، شايفة ان هو مستعد للتواصل، مستعد للقرب، لكن هو عايزك تساعده او عايزك تقف جنبه. آم، يعني ممكن يكون خايف ان هو ياخد الخطوة لوحده، فمحتاج ان حد يسنده او حد يدعمه او حد يساعده. آه، الشخص ده شوية غضبه سريع، شوية ما عندوش طولة بال، فبيزهق بسرعة وبيمل بسرعة. وخلي بالك ليه هو كمان عايزك تساعده، لان هو خايف من ردة فعلك، تمام؟ فعايزك تتحمل معاه شوية الرجوع، او تتحمل معاه شوية مسؤولية الرجوع، لان هو عايز يرجع لك بطريقة هادية، وشايف ان الوقت مناسب جدا جدا للتواصل او القرب. شايفة ان هو هياخد خطوة، هيحاول ان هو يصلح العلاقة، هو هيحاول ان هو يشتغل على العلاقه. شايفه ان في رجوع بنسبه كبيره جدا، ورجوع كمان زي ما قلت لكم رجوع هادي من غير لا اذى ولا ضرر ولا مشاكل. يعني مش هيدخلك في مشاكل، مش هيضايقك، مش هيعمل لك حاجات تزعلك او يعني ايه، تشتتك، لان انت اوريدي متشتت. فشايفه ان الرجوع او ان الخطوه اللي هو هياخدها هتكون خطوه هاديه جدا جدا وما فيهاش اي ضرر يعني ليك، تمام؟ طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت. باي باي.